بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أهلا وسهلا بكم أصدقائنا في فيديو جديد خاص ببعض الوظائف اللي نازلة عن طريق وزارة العمل المصرية، اللي هي كانت وزارة القوى العاملة، ودي بتقدمها نشر التوظيف بتاعت شهر مايو 2024. الفيديو ده خاص بأصدقائنا المقيمين في محافظة أسيوط. طيب، زي ما انت شايف معايا كده، طبعا انا مش هقدر اقرا كل حاجه بالتفصيل عشان الفيديو ما يبقاش طويل عليكم. في البدايه بفكر حضرتك، لو انت لسه مش مشترك معايا في القناه، يا ريت تشترك وتفعل الجرس وتدوس لايك للفيديو عشان يوصلك كل جديد، واعمل شير لكل اصحابك اللي بيدوروا على الشغل ده. اول اعلان معانا بيقول شركه اروى للمنتجات الطبيه المدينه الصناعيه اسيوط. طبعا في هنا رقم المدير المسؤول للتواصل. عاوزين 5 عامل انتاج، الشروط مؤهل عالي او متوسط، والسن من 20 ل 35 سنة، الراتب حسب المقابلة. شركة امان للتمويل المشروعات متناهية الصغر في ابنوب اسيوط، برضو موجود رقم المسؤول للتواصل. العدد المطلوب 15 اخصائي تمويل، الشروط مؤهل عالي من الجنسين، والراتب حسب المقابلة، والسن من 20 ل 32 سنة. الميزه هنا اصدقائنا في موضوع وزاره العمل المصريه، بتنزل لك كل الداتا كامله، يعني انت مش بتتعب في اي حاجه. طيب، الاعلان بعد كده بيقول شركه تمويلي للمشروعات الصغيره في ابنوب شارع بورسعيد اسيوط، برضو موجود رقم المسؤول التواصل. مطلوب 15 مسؤول تمويل، الشروط مؤهل عالي او متوسط من الجنسين، السن حتى 35 سنه، والراتب حسب المقابله. وفي الشركه المصريه للابواب المصفحه في المدينه الصناعيه في اسيوط، موجود رقم الاستاذ محمد المسؤول للتواصل. العدد المطلوب 4 نجار باب وشباك، و10 حداد ولحام، و4 عامل نظافة. الشروط يجيد القراية والكتابة، السن أكبر من 20 سنة، والراتب حسب المقابلة. وبعد كده في مؤسسة التضامن في أبنوب أسيوط، موجود رقم المسؤول للتواصل. محتاجين 80 أخصائي تمويل من الجنسين، الشروط مؤهل عالي او متوسط، سن من 20 ل 35، والراتب حسب المقابله. وفي كمان مصنع تعبئه وتغليف كوكاكولا في المدينه الصناعيه في اسيوط، مطلوب 6 مشرف مبيعات، الراتب 6000 جنيه، 4 مهندس كهرباء، الراتب 12000 جنيه على حسب الاعلان. يشترط خبره 3 فني كهرباء، الراتب 5000 جنيه، الشروط مؤهل عالي او متوسط، والراتب حسب المقابله. طيب، اللي معانا بعد كده في مدرسة النصر في كوم أسفحت في أسيوط، مطلوب 10 معلمة، الشروط بكالوريوس تربية الطفولة، السن من 20 ل 40 سنة، الراتب حسب المقابلة. وفي جمعية المبادرة لتنمية المجتمعات المحلية والمشروعات الصغيرة، طبعا كل دوت موجود رقم المسؤول للتواصل. العدد المطلوب 2 رئيس مجموعة، وفي مطلوب 10 مسؤول تمويل، الشروط مؤهل عالي ولا يزيد السن عن 35 سنة من الجنسين. وفي كمان ميد لايف للتأمينات، طالبين 5 أخصائي ائتمان، والشروط زي ما حضرتك شايف معايا كده. وفي مصنع الصفوة للمنتجات الطبية، طالبين 10 عامل إنتاج، 2 مهندس جودة، 1 عاملة نظافة، مؤهل عالي أو متوسط، السن أكبر من 20 سنة من الجنسين. الإعلان اللي معانا بعد كده شركة اسمها أنا المصري، مطلوب عدد أخصائي 5 أخصائي ائتمان، الشروط مؤهل عالي من الجنسين. وفي مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، طالبين 50 أخصائي تمويل. وفي هنا تواريخ المقابلات للمتقدمين زي ما حضرتك شايف كده، فرع أسيوط، فرع أبنوب، فرع الغوثية، وفرع ديروت. الشروط مؤهل عالي فوق المتوسط ومتوسط، والسن من 18 ل 35 سنة من الجنسين. دول كانوا الإعلانات بتاعة محافظة أسيوط. يا ريت تتابع الصفحة بتاعة وزارة العمل على السوشيال ميديا، على الفيسبوك، عشان تستفيد وتقدر تفيد الناس اللي بتدور على شغل. في النهاية بنتمنى التوفيق للجميع، وإن شاء الله أي حاجة هنلاقيها تاني هننزلها لكم على طول، بس انتوا تابعونا باستمرار عشان تستفيد معانا. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساناش بدعوة بالرحمة بمغفرة الذنوب. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.